باليورو. شعب فقير للعنكوش، شعب فقير للعنكوش، طالب بحقك للكرتوش، طالب بحقك للكرتوش. شعب فقير للعنكوش، شعب فقير للعنكوش، طالب بحقك للكرتوش، طالب بحقك للكرتوش. فرنسا تسرق في الثروات، فرنسا تسرق في الثروات، تعيشوا فيها النفايات، تعيشوا فيها النفايات. فرنسا تسرق في الثروات، فرنسا تسرق في الثروات، تونسي تعيشوا فيها نفايات، تونسي تعيشوا فيها الثروات. ما عندناش استقلال، ما عندناش استقلال، تونس تعيش في الاحتلال، تونسي تعيش في الاحتلال. ما عندناش استقلال، ما عندناش استقلال، تونس تعيش في احتلال، تونسي تعيش في الاحتلال. تونسي غادي يعيش في عذاب، تونسي غادي يعيش في عذاب. إضافة مارس في الإرهاب، 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 إضافة مارس في الإرهاب. الشعب يريد حقوق الثروات، الشعب يريد حقوق الثروات، الشعب يريد حقوق الثروات، الشعب يريد حقوق الثروات، الشعب يريد حقوق الثروات. الشعب يريد حق الثروات، الشعب يريد ثورة من جديد، الشعب يريد الثورة من جديد. الشعب يريد ثورة من جديد. اعلام العار اللي اثبت اليوم انه اعلام عار. لانه البارح قناه نقمه تخصص بلاتو كامل للمثليين. قناه نسبه تخصص بلاتو كامل للمثليين. الله يهديكم ان شاء الله. للشمسيين. الى حد الان على فكره الاعلام الكل في بالهم راه. قناة الصهيونية. الاعلام الكل في بالهم. الاعلام التونسي على فكره ابي على فكره ابي اعلام العار. كانوا كل وقت الاعلام الرئيس عميد، الرئيس عميد، بما قاله ابن الشعب. والإعلام عميد. الإعلام هناك قسم كبير منه. يا إعلام يا حقير طول عمرك تبقى ذليل. 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 في سياق متصل بما ورد في ما يخص هذا الإعلام. لا تلوموا الخصيان والعبيد، لا تلوموا الخصيان والعبيد. هو يؤسس بلاتو للمثليين من أجل تشتيت ومن أجل ضرب القوات، من أجل جعل الشعب التونسي يدخل في متاهة وفي جدل صاعد وجدل نازل. هل نحن مثليين 40%؟ يعني لو كان نعملوا بالستاتستيك من جملة 4 رجال مواطنين ورجال امن بواليس سنضبط 4 يعانون العبنة. بعيد الشر عليكم وعلينا. هذا ما يقال عار، عار ما يحدث. وضرب في تونس ضرب لعلي بن غداه. وهنا سأذكركم بذلك الرجل الذي شوهه أيضا إعلامه الماضي، علي بن غداه الذي قاد ثورة 1864 ابن قبيلة مجر من فخذ ولاد مسهل. اقتيد إلى باردو ونزعت أثوابه وتم إركابه على حمار أعرج وبصقوا على وجهه الجليل والكريم. وثم اقتيد الى كراكة حق الوقت. اين كلف
الحقير الباي صادق باي مميزات كي يتبولن عليه، ومات علي بن غذاهم واستشهد وارتقى شهيدا عطشانا جائعا مات علي بن غذاهم ولا خبر له. نحن اليوم تواصل لذلك الخط، كذلك نمثل ثورة الثلج هناك الذي قادها محمد بن عبد الله ابن علي، قاد ثورة الثلج في وجه الدولة العباسية التي دامت 14 سنة. نحن كذلك نستلهم من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله كما تقول مايا الكسوري أقصاها الله. محمد النبي كان يجتمع في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان معه عبد الله بن ياسر، عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر. كذلك نستلهم من سبارتاكوس فعل ثورة العبيد، كذلك نستلهم من العظيم أرنستو جيفارا من باتريس لومامبا، ومن كل شرفاء العالم ومن شهدائنا اللي ما سمصروش. اليوم الناس جاءت، الناس كلتها الميزيريا والفقر والبرجوازية التونسية انحنت للسفير الأمريكي جاكوب ويلز وللسفير الفرنساوي الذي لا أعرف اسمه، وباعوا البلاد. اليوم ناس تحكي في صراع فوق صراع، هل أنه حق المصريين مكفول، وأناس أصب ما يسموا هؤلاء المتثقفين وليسوا مثقفين، لأنه المثقف العضوي بمفهوم أنطونيو جرامشي يعني متصل بالشعب بالقاعدة بتاعه، ماهوش معناه يحكي في مسائل أخرى. قبل أن أمرر الكلمة أقول هذا يومكم، واكشفوا الأسرار هناك خلف هذه الجدران. شكرا. يا جماعة اليوم مسيرتنا سلمية للوعي وللتنبيه، ونحب نكلم جماعة البريوات اللي تفرجوا فينا من الشبابك نتاعهم. اليوم طائفة صغيرة جدا غدوة باش يجيكم الشعب الكل، وسوف تهدم هذه العمارة على رؤوسكم إن لم تراجعوا وقود البترول في تونس. أنتم زراق الشعب، وأنتم الذين جعلتم هذا الشعب يعيش الفقر والخساسة والحرمان إلى الآن. آخر تنبيه لكم قبل أن تهب العاصفة التي ستحرق الأخضر واليابس. أيها السراق، أيها الحقرة أعداء الشعب التونسي، هذا تنبيه بدائي وتحذير، وقد أنذر من أنذر، قد طفح الكيل. أنتم تسرقون الشعب والدوسيات تكون مخبينها، لا نعلم ماذا تضحكون للشعب من خلال 50 سنة. الدوسيات تكون خرج، البوليس لن يحميكم لأنه هو أول ضحية من ضحاياكم. لن يحميكم أحد إلا عقولكم التي عليكم أن تستعملونها، لأن غضب الشعب لن يقف أمامه تلك البيروات التعيسة نتاعكم. ومن يريد أن يحكي كلمة الختام، والسلام عليكم ورحمة الله. وما تنحمى اليوم جينا في كلمتين. اليوم أشرنا إليكم أصابع الاتهام، وغدا سنعاتبكم. أختم برسالة إلى الحكومة وإلى المجلس التأسيسي. يا أصحاب البطون المنتفخة، هذا الشعب التونسي يعرف كيفاش يفك حقه. نحن لا نطالب أحد لاسترداد حقوقنا، ونحن لا نطالب أحد لاسترجاع ثرواتنا. نحن إذا أردنا شيء فإننا نفتكه بأيدينا. أختم بكلمة الشهيد صدام حسين: إذا خانتكم قيم المبادئ، عفوا، إذا خانتكم قيم الرجولة فحاولوا لا تخونوا قيم المبادئ. وهذا الشعب التونسي، الفلاقة حاربت الاستعمار، وأبناء الفلاقة يحاربون عملاء. حماة الحمى يا حماة الحمى، هلموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت ونموت ويحيا الوطن. اليوم حقيقة اللي هذه قضية كبيرة برشا، والوقفة هذه ما تكفيش، لأنه قضية كبيرة ومش قادر حتى حزب إنه يفتح الدوسيات هذه. ولهذا
لازمها اعتصام قدام التاسيسي، اعتصام ليل نهار حتى ليه